ممكن تعمل مخالفة هنا في ألمانيا وتفضل لازقة في ملفك لمدة 5 سنين وتمنعك تاخد الجنسية. أيوة، هنا في ألمانيا للأسف كل حاجة بتتسجل ومفيش هزار. بص يا صاحبي، الموضوع هنا في ألمانيا مش مجرد مخالفة وخلاص. لو المحكمة اتدخلت في الموضوع حتى لو الغرامة صغيرة جدا، اسمك بيتسجل في سجل اسمه Führungszeugnis، وده بيسألوك عليه لو انت بتقدم على الإقامة المفتوحة أو شغل حكومي أو حتى كمان الجنسية. لو أنت أخدت غرامة هنا في ألمانيا لمدة تصل ل 90 يوم، يعني 3 شهور أو أقل، فأنت الملف بتاعك بيتسجل لمدة 5 سنين. ولو أخدت غرامة بالحبس أكتر من 3 شهور، يعني أكتر من 90 يوم، فأنت ملفك بيفضل لمدة 10 سنين. ولو الموضوع كبير بقى زي جريمة جنسية أو جريمة قتل أو أي حاجة من الجرائم الكبيرة، فده بيتنيه متسجل لمدة 15 ل 20 سنة. وطبعا لو أنت عليك غرامة مش بتتسجل اول ما جات لك الغرامه، ولكن بعد ما دفعت الغرامه. يعني انت لو جات لك عقوبه وجات لك غرامه، فانت الغرامه ما دفعتهاش النهارده ودفعتها مثلا بعد 6 شهور او قسطتها بعد 6 شهور، فانت بتبدا تعد الخمس سنين او ال10 سنين بعد ما ال6 شهور بينتهوا. يعني انت يا صاحبي ممكن تكون دفعت الغرامه ومفكر نفسك كده كله تمام، ولكن للاسف تكتشف وانت بتقدم على الجنسيه انك لسه عليك حكم متسجل ضدك. اي نعم، انت ممكن ما تتحبس، ولكن في حكم اتسجل ضدك وبيتسجل في الملف لمده 5 سنين. يعني لازم تستنى ال5 سنين لحد ما ينتهوا وبعدين تروح تقدم على الجنسية. ورقة بسيطة جدا ممكن تبوظ لك مستقبلك هنا في ألمانيا، وغير كده نفسيتك طبعا هتكون متدمرة. وبالله عليك ما تستهونش بأي غرامة مهما كانت صغيرة، ولو 5 يورو ولا 10 يورو أو 15 يورو، ما تستهونش بيها، لأنها هنا ممكن تتحول وتبقى كبيرة جدا. شارك الفيديو ده مع أي حد عايش هنا في ألمانيا، وبالذات اللي لسه جديد، عشان ياخدوا بالهم. وبكده أكون قلت لك